أو هذه الصحيفة الإلكترونية سبق سألوه عن القبيلة قبل أن يوسعوه ضربا بالهروات. جاء هذا الخبر في موقع صحيفة سبق الإلكترونية. لنذهب إلى تحليل هذا الخبر ونشاهد الاقتباس اللي صار في هذا الخبر بالتحديد. هذا خبر الوسط وهذا خبر صحيفة سبق السعودية. الاعتداء واسم أيضا هنا الشاب في صحيفة الوسط باعتدائهم على هذا الشخص. أذهب إلى التحليل الآن بالنسبة لما جاء في الوسط. تعرض الشاب حسين المرزوق لاعتداء من قبل مجهولين عندما يقود سيارته على طريق جد علي. جاء في الخبر الأصلي اعتداء مجهولون على شاب كان يقود دراجة نارية، هناك سيارة أما هنا دراجة نارية على طريق الرياض باتجاه الطائف وتركوه بدماءه كما جاء في خبر الوسط وخبر أيضا في صحيفة سبق السعودية. المنشور أيضا في صحيفة الوسط نلاحظ الآن اقتباس هذا الخبر. عند دخوله طريق جد علي متجها إلى منزله وعند دخوله طريق الخدمة شمال الطائف استوقفه 7 شبان، نفس العدد هم 7 شبان، كانت تقلهم سيارة جيب، كانت تقلهم سيارة جيب، نفس السيناريو بالضبط. وبدأوا يسألون عن انتماء القبلي كما جاء في الصحيفة السعودية، وأما في الصحيفة أو صحيفة الوسط بدأوا يسألون عن انتماء الطائفي. نتوقف هنا عند الانتماء القبلي والانتماء الطائفي. ما الهدف وراء هذا التعبير بالنسبة لصحيفة الوسط عندما سألوه عن انتمائه الطائفي؟ والهدف واضح، لإشعال أيضا فتنة طائفية بين المواطنين. نواصل. وعقب إجابته ترجلوا جميعا وحاصروه وأوسعوه ضربا وركلا، نفس السيناريو بالضبط، مستخدمين هروات وعصي حتى أسقطوه أرضا، مستخدمين العصي حتى أسقطوه أرضا في حالة يرثى لها بعد أن غرق في دماءه بسبب نزيف حاد في الرأس، بسبب نزيف حاد أيضا من شدة الضرب الذي تعرض له هذا الشاب. نلاحظ اقتباس الخبر بالضبط كما جاء في صحيفة سبق السعودية وصحيفة الوسط البحرينية في هذا الخبر الواضح. إذا استعرضنا مجمل الأخبار اللي تعرضت لها صحيفة الوسط أو عرضتها صحيفة